البيجامة ما تتلبس غير في البيت، وما ينفعش تقابل بيها حتى الضيوف. البيجامة ما بيخرجش بيها غير نجوم الفن والأثرياء، بس بدأها حمو بيكا وقلدوا ألمع النجوم في الوسط الفني، وسيطرت على الساحل الشرير، ومفيش فنان ولا رجل أعمال هتقابله في حفلة غير وهو لابسها، وسعرها آلاف الدولارات. وعمرو سعد صدم جمهوره وظهر بيها، ومحمود العسيلي ما بيلبس غيرها، ووجوه جمانة قلب الدنيا بيها. الكلام عن بيجامات المشاهير في الساحل الشمالي، يا ترى ليه انتشرت بالشكل ده؟ اشمعنى الجمهور اتصدم من عمرو سعد لما لبسها؟ مين الفنانين التانيين اللي لبسوها؟ يلا اقول لكم كل التفاصيل دي في الفيديو ده، بس اهم حاجه خليكم معايا للاخر. على راي المثل اللي بيقولك الزمن لما يواتي بيخلي الاعمى ساعاتي، وهو ده ينطبق بالظبط على البيجامات الستان اللي ما كانش حد بيلبسها غير في البيت وبس، ومش قدام اي حد والسلام، لا لازم تكون مع عيلتك. انما لو جالك ضيوف ما ينفعش تقابلهم بيها. وفي يوم وليله صحينا في صيف 2025 لانها بقت موضه الساحل الشرير ورمز للاناقه والفخامه، ومش اي حد بيلبسها، لا لازم يكون اهم نجوم الوسط الفني او اغنى رجال اعمال فيكي يا مصر. ايوه زي ما سمعتوا كده، البيجامات الستان بقت مسيطره على الساحل الشرير، وكل اللي بيحب يرسم نفسه بيلبسها. اصلها سعرها بالاف الدولارات، وده لانها براند عالمي، يعني مش بيجامه من العتبه مثلا فبقى لك سعر يا بيجامه. طيب مين اللي اخترع الموضه دي في مصر؟ هقول لكم. اللي اخترعها مطرب المهرجانات حمو بيكا، كان هو اول حد بيلبسها في مصر، بيحضر بيها حفله ويظهر بيها على السوشيال ميديا، وقتها الدنيا اتقلبت والكل قعد يضحك. بس يمكن اللي هون الموضوع شويه انهم شايفين حمو ليه ستايل خاص بيه، يعني جاي من منطقه شعبيه بسيطه وبيلبس على ذوقه. المفاجاه بقى ان اول واحد قلده هو ملك الاطلالات المثيره أحمد سعد، وظهر ببيجامة ستان لونها أسود وفيها رسومات باللون الأبيض، وكان مسافر بيها مع مراته وفريق عمله علشان يحيي حفلة غنائية بره مصر. بس الجمهور قال ده العادي بتاعه، دايما بيلبس لبس غريب، لحد ما خدوا الصدمة من كام يوم ولقوا والفنان عمرو سعد في حفلة بالساحل الشرير لابس أختها بالظبط، نسخة منها، وكمان عقد لولي في رقبته. ودي كانت صدمة مش سهلة عليهم أبدا، لأن عمرو دايما إطلالات بتبقى كلاسيكية. وفي نفس الحفلة كان لابس زيها رجل الأعمال ومالك قطوني باسل سماقية، وطبعا مع اختلاف اللون إنما التصميم والخامة فكانت واحدة. وفجأة تبص الناحية التانية في نفس الحفلة تلاقي المطرب محمود العسيلي لابس زيهم بيجامة ستان. بس الحقيقة مش دي المرة الوحيدة اللي لبسها عسيلي، ده من أول الصيف وهو بيلبس نفس الستايل ده، سواء بقى هيحيي حفلة في الساحل أو هيحضر حفلة ويقضي وقت لذيذ مع صحابه ومراته. أما بقى اللي قلب الساحل الشرير والسوشيال ميديا كلها هو زوج الفنانة جمانة مراد، واللي كانت بيجامته الستان تصميمها من أغرب التصميمات اللي اتعملت، علشان كده عملت ضجة كبيرة. وتقريبا هم بيحبوا يلبسوا الستايل ده علشان يعني مريح شوية في الصيف وبياخدوا راحتهم فيه. تفتكروا بقى ده برضو السبب اللي بيخليهم يلبسوا الستايل ده؟ شاركونا انتوا كمان في التعليقات.